ايوه انت انا عارفاه. يلا حبيبتي ورا اخواتك ورا اخواتك، يلا 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 يلا، ان شاء الله كلكم تستفادوا وان شاء الله كلكم ناجحين، كلكم ناجحين يا بنات بامر الله، ناجحين بعد الحلقه دي. إيه يا خرابي يا ولاد على الفاكهه اللي بتضحك، حتى لو فاكهه معفنه، حتى لو الفاكهه بايظه هترميها تاني يوم مش مشكله. تتماسكوا جدا. بعد ده كله هنقول له ايه؟ شكرا زوجي العزيز، شكرا يا حبيبي انك خرجتنا، كانت خروجه تحفه تحفه بجد. السلام عليكم ورحمه الله حبايبي، وحشتوني يا رب يا سندريلا، تكوني بصحه وخير، واهلا بيكي في اسرار سندريلا. اتمنى طبعا اللي بيشوفني لاول مره، انا عارفه ان انتوا زهقتوا ان انا كل شويه اقول لكم اشتراك اشتراك اشتراك، مفيش فايده. بس برضو مبسوطة ان احنا بنكبر وبنكبر وبنكبر، واسرة اسرار سندريلا هتكبر وتكبر 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 وتتوغل وتتوغل وتتسرب. وشفت اللي هو كان مش عارفة ايه كده، كان بتاع بيروسول، ويتوغل وينتشر ويعم عم عم، كل ده ان شاء الله هنعمله مع بعض. ان شاء الله هنتوغل وهننتشر هنخوض اليوتيوب العالمي ان شاء الله. احنا اقل منها، احنا مش اقل منها يا جماعة، احنا مش اقل منها، احنا لازم يكون عندنا ثقة بالنفس ان شاء الله، ثقة بالله، نجاح ان شاء الله. لو انت بتشوفينا لاول مره متنسيش تعملي مسابقه السؤال دهوت اشتراك وتفعلي الجرس، تخلي عليه شرطتين، لان في بنات كتير قالت لي يا ام فيروز مش بيجي لنا اشعار او مش بيوصل لنا ان انت نزلت فيديو. فانا بقول لك الغي الاشتراك، مش تلغيه وتروحي تجري تنامي، لا لا، الغي الاشتراك، وفي ساعتها لحسن تنسي، في ساعتها تروحي متكيه تاني وفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. اي فيديو انا بنزله ان شاء الله تكوني معايا ويوصلك على طول. قبل ما اخش في الحلقه بتاعتي النهارده، عشان هي حلقه حلوه قوي، اللي هي حلقه على المزاج كده زي ما انتوا بتحبوها. البنات اللي سالتني على التاتو ده، التاتو اهو ده بيبقى شكله، هو طبعا بيبقى في ورقه عاديه خالص، وانتي بتختاري الاشكال اللي انتي عايزاها وبتلزقيها. بتعمليه بالعكس، بتشيلي البلاستيك الاول، بتقصي الجزء اللي انت عايزاه، تشيلي البلاستيك وتحطي على ايدك، وبعدين تعملي ميه كده وتطبطبي 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 كده كتير يعني. وبعد كده تروحي شايلها تلاقيها لزقت على طول. اختراع يعني. شوفوا دي مش اسوره اهي، بس طبعا هي مديها شكل حلو قوي، شكل مختلف يعني. رغينا كتير، يلا بينا على الحلقه. الدلع في دلع. باي باي. ايه باي باي؟ ايه؟ لا انا مش بختم، انا رايحه للحلقه. هتيجوا معايا الحلقه ولا انتوا قاعدين هنا؟ لو قاعدين هنا عادي ممكن اقعد معاكم ونطنش خالص ام فيروز عادي، مفيش مشكله. لو انتوا جايين معايا الحلقه يلا بينا. يلا حبيبتي، ايدك في ايد اختك، يلا ايدك في ايد اختك، ما تسيبوش بعض يا بنات، ما تسيبوش بعض. احب كده ولا تربط، كل ما احنا كنا اسره مع بعضينا هنبقى ان شاء الله بعون الله احسن ناس. النهارده الحلقه بتاعتنا حلقه رومانسيه، حلقه في الجون، حلقه يشكرني عليها كل زوج مخلص لزوجته، الا وهي شكرا زوجي العزيز. بقالك قد ايه ما قلتش لجوزك شكرا؟ بقالك قد ايه ما قلتلوش وحشتني؟ بقالك قد ايه ما بوستيش ايده؟ بقالك قد ايه ما قلتلوش كلام حلو؟ بصوا بقى، مش عايزين بقى اللي هما بيطلعوا يقولك ايه انت دايما يا ام فيروز متحامله على الست، والست هي اللي بتعمل كل حاجه، والست اللي مش عارفه ايه. والله لو احنا بدأنا بنفسنا، ما علينا من الرجاله اللي هم ربنا يعافينا يعني يا رب، لا اللي هي الرجاله الكويسه المحترمه، بس مثلا ضغوط الحياه والمسؤوليات وكده دول على راسنا، احنا يعني بندوهم هنا يعني شابوه، وبنشكرهم جدا على حسن تعاونهم معانا، وبنتمنى لهم ان شاء الله حياه زوجيه يا رب كده مديده معانا. بس احنا بقى عايزين نخرج بره اطار اللي هو الضغط بتاع الشغل ده، ونقول لهم كلام جميل حلو. بقالك قد ايه ما قلتش كلام حلو؟ بقالك قد ايه الراجل جاي من شغله شايل الموز والاستفندي، وقمت انت فاتحه كيس الاستفندي وفتحتيه لقيتي فيه 2 مفعصين؟ ايه يا راجل ده استفندي تجيبه ليه؟ ما كنتش شايف وانت بتنقي؟ ده كله ضارب، ولا الفكهاني ضحك عليك؟ انا قلت لك ما عدتش تجيب من الفكهاني ده. وبعدين يعني دي حاجه، الا مثلا جايب لك نوع تقول انت لسه جايب ده امبارح، على فكره احنا عندنا منه من التلاجة كتير، في التلاجة كتير، ليه جبت ده؟ طب كنت نوع، طب كنت تسالني، مش لو كنت سالتني كنت قلت لك تجيب ايه يا راجل، بدل ما انت كل شويه تجيب نفس الصنف، يا الا تجيبه بايظ يا الا تجيبه متكرر ونفس الصنف. يقوم الراجل يعمل ايه؟ انا لو مكانه اقوم ماسكه الحاجه، يا رميها في وشك يا رمياها في بالبلكونه يا رمياها في باسكت الزباله اعوذكم، يعني المهم ايه، هيعمل اي رياكشن مش لطيف. فانت يا حبيبتي
من موقعي هذا اقولك ان هو اي حاجه يجيبها الله عليك يا ابو ابراهيم، الله عليك يا ابو احمد. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ إيه يا خرابي يا ولاد على الفاكهه اللي بتضحك، حتى لو الفاكهه معفنه، حتى لو الفاكهه بايظه هترميها تاني يوم مش مشكله. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ تعرف انا مهما انزل انقي ما بجيبش زي تنقيتك، ما شاء الله عليك في تنقيه الخضار والفاكهه. ايه الجمال ده؟ قولي للراجل كلمتين حلوين، فرحي قلبه حتى لو بقى كده اهو كده. افتكر ام فايدة كده اي حاجه، المهم كلمتين حلو. طب شوفي بس الرياكشن ورد الفعل كده بتاعه بعدين هتلاقيه ممكن يجيب. لكن في ناس مثلا تقول لك ايه اصل انا ما عدتش بجيب، اصل هي ما بعجبهاش حاجه. كده كتير جدا كتير جدا الكلمه دي. لا انا ما عدتش بجيب عشان هي ما كل ما اجيب حاجه تتريق عليها وما بعجبهاش حاجه. احنا عايزين بقى بصوا الحجه دي نفضنا بقى من الحجه دي، نفض من الحاجه. لا بص اللي انت تجيبه تحفه تحفه وجميل. ايه ده يا ولاد ده؟ هو انت في زيك يا خرابي يا ناس على المجاب الجميله؟ الكلام الدلع الحلو ده هو والله ما هيخسرك حاجه، بس هيخليكي إيه هو بعد كده هتاخدي عينه زي ما بيقولوا. إيه هيبقى حابب انه كل شويه يجيب لك حاجات، إيه يجيب لك عشان انت بتقولي له كلام حلو، انت بتشجعيه على انه يجيب. لكن لو انت قفلتيه خلاص شكرا، بعد كده هيرمي لك الفلوس ويقول لك هاتي انت يا حبيبتي اللي انت عايزاه. وخلي بالك الراجل لما بيدي فلوس مش زي ما بيشتري، خدوها مني. الراجل لما يديكي فلوس هيديكي على القد، انما لما هو يروح يشتري بالذات الراجل كده يحب يبقى غضنفر كده، تلاقيه واقف كده ما يجيبش صنف فاكهه واحد. احنا من النوع الاقتصادي لا، هو ممكن يجيب مثلا موز، فراوله، مانجا، جوافه عادي جدا، يجيب كتير كتير كتير، بيحب يبصوا يبقى غضنفر الليل. انما احنا تلاقينا يعني عارفين الميزانيه عارفين البر وغطاه، فسيبيه هو يجيب، سيبيه هو يجيب. ماشي يا بنات؟ كلمتين حلوين اول ما يجي جايب الفاكهه البايظه، ايه ده الفاكهه الجميله دي، شكرا يا حبيبي انك افتكرتنا. ايه الحاجات الجميله دي؟ جه جاب لك هدوم، ده ذوقي؟ ده مش ذوقي خالص على فكره. انا ما بلبس الستايل ده على فكره، انا حصل لي موقف ومن موقع هذا انا احب اشكر ابو فيروز جدا على انه بيجيب لي كل حاجه واي حاجه، واي حاجه منك زي الفل، اي حاجه منك زي الفل. كفايه ان انت بتفتكرنا، يعني ربنا يخليك لنا يا رب. بصوا ده الكلام الحلو اللي لازم يتقال، ربنا يخليك لنا، تعيش وتجيب. والله احنا من بعدك ولا نسوى. والله انت يعني من غيرك هنبقى عاملين زي الكلب الاجرب اللي ماشي في الشارع. كلام بقى، كلام جميل، مش كلام نفاق بقدر ما هو تجميل 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 للحياه الزوجيه الممله. حتى لو جايب حاجه وحشه، حتى لو حاجه مش عاجباكي، شجعوه يا جماعه، شجعوا الراجل ده غلبان، الراجل ده مطحون، خلي بالنا منه، خلي بقى نقول له كلام حلو كلام جميل، كلام يشجعه ان هو يجيب لنا. ان هو زي واحده بتقولك انا جوزي ما بيدينيش مصروف، ما هو ممكن يكون مثلا حاجه من اتنين، يا هو مقضي لك كل طلباتك يعني مش محدد لك مصروف معين. انا مثلا من نوعيه الناس اللي احب ان انا اقول لك، انا ما بحبش افرض رايي على حد، بس انا دايما بحب اديكي كده ايه خطوات. بس مثلا اقول لك ان انا ما بحبش فكره المصروف اللي هو انا اديتك 200 جنيه مالكيش عندي جنيه بعد كده، لو طلبت جنيه بعد كده مش مديكي. لا انا مش عايزه ده، انا عايزه كل ما يجي في بالي حاجه اجيبها، كل ما يخطر في بالي حاجه اجيبها، بس طبعا في حدود ميزانيتك وفي حدود اللي هو الفلوس او الراتب اللي انت ماشيه عليه. مثلا بعد بقى ما بتطلعي قسط مدرسه وايه 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 وليكي مثلا ليميت معين كده هتمشي عليه. لكن موضوع المصروف صدقوني بيبقى ساعات يعني ايه كده، يعني ايه اللي هو مش هتاخدي جنيه زياده. فانا كان نفسي ما بنصحش فكره المصروف قوي، فكره ان يبقى معاكي طبعا فلوس في جيبك لاي ظروف، لازم يكون في فلوس في البيت لاي ظروف، حتى لو حاجه بسيطه، بس مثلا حصل اي حاجه، انبوبه فضت مثلا، حاجات من دي انتوا عارفين بتحصل في كل بيت. طبعا موضوع فكره ان ما حدش بيملى الانبوبه دي فكره يعني موجوده في كل بيت. طبعا دلوقتي في مصر الغاز ما شاء الله شغال، ده مش موضوعنا. المهم موضوعنا هو الدلع، كلام الحلو، نستقبله كده بابتسامه جميله، نيوله الكحل. ايوه كل ما ترمشي اكتر كل ما تعجبي اكتر. شعرك متوضب وجميل زي ما فيروز قالت او زي ما ساندي قالت، تعملي شعرك كده حتى لو من قدام بس الجزء اللي قدام، روش كده خفيف كيوته كده جميله. بعد ما صليت العشاء حطي منه كده جميله، عشان في بنات قالت الوضوء يعني ليه هتحطي بعد العشاء، هتحطي مثلا فتره البريود، يا ممكن تجيبي اللي هو الاسلامي اللي بتقشر، بس انا ما بحبوش بصراحه. تلاقيكي اصلا لو وقفتي غسلت في الحوض ولا حاجه تلاقيه طلع بيبقى شكله
بيئه قوي بصراحه، ما بحبوش. يعني حاولي تدلعي نفسك، كل ما هتدلعي نفسك لنفسك هو كمان هيعود عليه وهيتبسط اكتر. فالفيديو بتاعنا هو شكرا زوجي العزيز، شكرا على انك في حياتنا، شكرا على انك معانا، شكرا على انك بتجيب لنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها، شكرا على انك مش بتحرمنا من حاجة، شكرا على انك دايما معانا واقف جنبنا. كل الكلمات دهيت حلوة. خرجكوا خروجه، اوكي؟ خلينا نتكلم على الخروج المقطع الجاي. فكرتي مثلا مره وانتوا بره وبعد ما خرجكوا كله تمام وانتي قاعده مثلا جنبه رحتي بايسه ايده، شكرا حبيبي ان انت خرجتنا، اليوم كان حلو قوي بجد، كنت مبسوطه جدا وكمان الولاد كانوا مبسوطين. ليه تعكننوا بره؟ حاولي بقدر الامكان حتى لو حصل موقف ضايقك بلاش تعكنيني بره، بلاش تقفلي اليوم. احنا بقينا في حياه صعبه صعبه ما بنصدق ان احنا نخرج فيها يوم، فمش هنعكنن فيه. حاولي دايما تمسكي اعصابك جدا طول ما انت بره. حتى لو ابنك، بصي انا عارفه حركات العيال كانهم عمرهم ما شافوا الاكل. الالعاب لو فضلوا يلعبوا 24 ساعه في ال 24 ساعه مش هيكفيهم وانت عايزه تروحي. ودايما هقول لك نصيحه حطيها في دماغك، قبل ما تخرجي وضبي بيتك، قبل ما تخرجي وضبي بيتك، حوضك يبقى فاضي على الاقل، لان الحته دي بتضايق قوي. بتحسي ان انت طول ما انت بره حامله هم ان انت تروحي، عشان كده حامله هم ان انت تفتحي تلاقي البيت مكركب، الحوض مليان، عندي غسيل عايز يتطبق او غسيل عايز يتغسل او غسيل في النشافه لسه هتخرجيه او غسيل على الحبل لسه هتلميه. يعني حاولي ان انت تلمي حاجاتك دي كلها بقدر الامكان قبل ما تخرجي. دي كمان نصيحه حلوه قوي قوي قوي، ان انت لما تعوزي تخرجي ويبقى مودك حلو وضبي بيتك، حوضك على الاقل يكون نظيف عشان وانت راجعه كده تكوني ايه مبسوطه. فحاولي قدر الامكان اي حاجه اي حاجه. بصي اقعدي وقولي كده مش عايزه اتضايق، مش عايزه اتضايق، مش عايزه اتعصب، مش عايزه اتعصب. بصي كانه مش ابنك، كانها مش بنتك. بصي بنت الجيران، بنت الجيران تلاقيها مثلا على طول تلاقيها مسرحه طول ما هي بره منكوشه، سبحان الله، رغم ان هي يعني مقفلطه في نفسها، بس سبحان الله تيجي اليوم ده بصي بقى تلاقي حد من اصحابك يقابلك عادي 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 عادي. بتحصل كتير، بتحصل كتير ان تلاقي سبحان الله ما يجيش الا اليوم ده يا صاحبه ومراته اللي انت ما بتحبهاش، يا الا صاحبتك وجوزها اللي جوزك ما بيطوش، يشوف العيال منكوشه، يشوفك وجوزك بيزعق لك، او يشوف جوزك بيجري ورا العيال او انت بتجري ورا العيال، او العيال بتاكل كانها اول مره تشوف الاكل. ده عادي 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 عادي. بصوا حاولوا تتماسكوا جدا. بعد ده كله هنقول له ايه؟ شكرا زوجي العزيز، شكرا يا حبيبي انك خرجتنا، كانت خروجه تحفه تحفه بجد. مش عارفه اقول لك ايه، مش عارفه اقول لك مودي اتغير ازاي. مودي بقيت فرحانه قوي، بقيت سعيده، بقيت يعني مش قادره اقول لك على عنفوان والحاجات الجميله اللي بتدور حوالي حاجات كتير كتير مش عارفه اوصفها لك. بس الكلام ده بجد هيخليكم يخرجوا تاني. عارفه بقى لو انت نكتي بقى والله، عارفه انا غلطان اللي خرجتك يا وليه، انا غلطان. بعد كده ما انتش شايفه خروج ولا شايفه الشارع، ايه رايك بقى؟ ما انتش شايفه خروج ولا شايفه الشارع والكلام بقى. فاحنا ليه احنا ما بنصدق نخرج، احنا بنصدق. كفايه الكنس والمسح واستعدادات رمضان والتنظيف والتفريزات والحاجات الجميله اللي كل القنوات بتعملها، وخصوصا قناه طبعا ام عمر وقناه ام ملك على الشغل الجميل اللي هم عملوا. كل القنوات اللي احنا بننزلها عندنا في المنتدى طبعا نفسي ان انتوا تخشوا وتشاركوا معاهم وتشتركوا يا بنات. كل فيديو يا ريت بنزله على المنتدى للقنوات، محتاجه بجد ان انتوا تشتركوا معايا، يا ريت كمان تساعدوها. واي حد نفسكم ان انتوا تقولوا له شكرا، سواء زوجك او اختك او امك او اي حد، يا ريت تكون دعوه لام فيروز بان احنا كلنا نقول شكرا. الفيديو ان شاء الله مش هيبقى طويل عشان كل شويه نعمل كده ايه حاجات كده زي حقن كده، حقن ازاي نتعامل مع زوجنا وهو داخل من البيت، نقول له ايه لو خرجنا نعمل ايه. كلها حاجات كده بسيطه بس ان شاء الله تكون مفيده قوي 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 للحياه الزوجيه السعيده. يا رب يا رب يجعله في ميزان حسناتي وتكونوا بتستفادوا بيه. تعالي لو انت اول مره بتشوفيني متنسيش تعمل اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. انا عارفه ان انت زهقتي مني، اقسم انا نفسي زهقت من نفسي، انا نفسي زهقت. بس خلاص، بس هي بقت لا يا انا هزهقكم يا انتوا هتزهقوني. ما عنديش حل ما عنديش حل تالت. صدقوني زي ما ماما ملك قالت لي، انت بالك طويل قوي يا ام فيروز. للاسف بالي طويل قوي. عارفين ليه؟ نفسي اكون انسان مشهور
بجد يا جماعه نفسي اكون مشهوره، نفسي الناس تعرفني، نفسي الناس كلها تستفيد بمعلومات ولو صغيره. نفسي قناه تكبر بيكو، اسره سندريلا كلها تكبر بيكو. بحبكم قوي. ام فيروز.